السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة. بتوحشوني بتوحشوني من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. ويلا نبتدي الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة ايجابية. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اللي تشوفني لأول مرة ما تنساش تدوس لايك واشتراك وكومنت حلو منها لو أول مرة تشوفني، فضلا وليس امرا. يلا بينا نبتدي الفيديو. بسيط سهل للبنات الامارات الحبيبات على قلبي. انا بنتي في سن البنات الامارات الصغننين دول، فبيبقوا عندهم اشتياق كده ان هم يخشوا المطبخ ويشوفوا احنا بنعمل ايه وعايزين يعملوا زينا. فاحنا النهارده بطريقه بسيطه بطريقه سهله للبنات الامارات كده نعمل مع بعض كفتة الحاتي بطريقة سهلة. تاكليها بقى مع مكرونة، تاكليها بعيش، ونعمل جنبها بصل كده بسماق حلو النهاردة. يلا نبطل ونخش في الموضوع على طول. يلا بينا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما يحلى الكلام الا بذكر نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. مبدئيا كده اول حاجه عشان نعمل كفته الحاتي معانا بصلتين كبار، نبدا نقطعهم نحطهم في الكبه ونحط معاهم فلفل رومي احمر، قرن فلفلايه كده حلوه محترمه نحطها مع البصله يا بنات. تمام. طبعا الكفته بتتعمل بطرق كتيره قوي، بس احنا هنعملها بابسط الطرق النهارده. انا النهارده مش هحط برغل عشان انا ما عنديش برغل، والجيش قال لك اتصرف، فمش هنوقف نفسنا عند حاجه. وعملنا بالبرغل دي كتير، فانا كان عندي بقسماط، فالنهارده هنعملها بقسماط وبيض. هتحطي بيض على الكفته؟ هنحط بيض على الكفته وهنحط بقسماط وهنسمغها مع بعض وهنشوف التوابل بتاعتنا. نبدا نضرب البصل والفلفل ونجيب البوله بتاعتنا ونجيب صفايه. وما تنسيش نفسك في شرب الميه، طول ما انت واقفه في المطبخ اشربي ميه. ايوه الميه دي غذاء للقلب وللعقل وحاجه ليكي مهمه جدا عشان انت بتنسي نفسك في المطبخ. ويا ريت لو واقفه في المطبخ دلوقتي تقومي تشربي ميه، ولو قاعده وبتسمعيني اشربي برضه، تجيبي ازازه ميه وخليها جنبك. كده صفينا البصل والفلفل بتاعنا تماما. نجيب بقى نص كيلو اللحمه المفرومه، ومبدئيا كده معانا كيلو لحمه مفرومه هيبقى ربع ليا. معايا نص كيلو النهارده اللي احنا هنعمله نص كيلو لحمه مفرومه، يبقى تمن من الليا الضاني بتاعتنا من عند الجزار. نجيب بقى المقادير بتاعتنا: نص كوبايه بقسماط، بضايه، ملح وفلفل، كيس توابل كفته من عند العطار او من السوبر ماركت، ونحط بقى معلقه كبيره بيكنج باودر. ليه البيكنج باودر هنا يا بنات؟ عشان ده اللي هيسمغ لي الكفته بتاعتي ويخليها هشه ويبقى طعمها حلو معاكي، ما تبقاش مكتومه يعني لما نسويها. تمام. قطعنا بقى تمن اللية بتاعتنا، تمن اللية الضاني، وحطيناها في الكبة تطحن. تمام. هجيب بقى الكفتة بتاعتي ابدأ اضربها مع اللية. تمام. تنعمها لي كده عشان دي اللي هتخليها ايه، نديها وش كمان في الكبة، هتخليها ايه مشعرة معانا. تمام. نبدأ بقى ننزل باللية باللحمة اللي ضربناهم مع بعض، ضمن ليا ضاني. تمام يا بنات. نبدأ بقى نعجن كل المكونات دي مع بعض لمدة 5 دقايق. والعجن هنا مهم وأساسي جدا 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 في الكفتة بتاعتي، زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحفة جدا. بصوا مشعرة ازاي، خطيرة. تبدأي بقى تصبعيها، تبدأي على فكرة تصبعيها وتشيلها في الفريزر تبقى جاهزة معاكي لو هتعملي كميات. ده بيرجع ليكي انت بقى في البيت. احنا قلنا الطريقة والبهارات البسيطة بتاعتنا زي ما انت بقى حابة تعملي. فاحنا النهاردة بقى هنعمل الكفتة بطريقة تانية خالص. تمام. نجيب بصلتين نقطعهم طرنشات، فلفل رومي طرنشات، طماطم طرنشات. ليه؟ لان دي هتبقى القاعدة بتاعتي اللي هصبع عليها الكفتة بتاعتي. ان النهاردة هناكل الكفتة بتاعتنا بالعيش. تمام. بالعيش. ايوه، ما هو مش اي عيش، ما انا هعمل عيش في البيت النهاردة. طبعا انتوا عارفين ان العيش التورتيلا دي من الحاجات اللي احنا بنعشقها كلنا كمصريين. بس الاول اقول لكم هحط ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا على الخضار بتاعي، هحيقه وهحط معلقه توم مفروم. تمام. مع الحاجات دي كلها، وابدا اقلب كل الكلام ده كله وانكسه مع بعض واسيبه بقى على جنب
عشان هنبدأ نصبع عليه الكفتة بتاعتنا. تمام. ادي معلقة الثوم المفروم، نقلب خلاص كده ونحطه بقى على جنب. ونيجي هنا بقى نمسح الرخامة بتاعتنا اهم حاجة، ونمسح البلانشة، ونجيب بقى البصل اللي بالسماق النهاردة اللي هناكله جنب الكفتة بتاعتنا. تمام كده. البصل ده انا مش عارفة اقول لكم عشق ليا. البصل ده هندعكه بحبة ملح وحبة سماق. تمام. وطبعا هو هنا بيبقى محتاج بقدونس، احنا محتاجين بقدونس واحنا ما عندناش بقدونس عشان الخضرة بعافية شوية، يعني الجيش قالك اتصرف، فاحنا استبدلنا خالص البقدونس واستبعدناه، وهنحط طماطم مع البصل. تمام. هو المفروض بقدونس بس ما فيش بقدونس، ما علينا وخلينا نتصرف، وعلى قد الحافك مد رجليك. ننزل بقى بالطماطم ونقلب الطماطم بالبصل ونركنه على جنب بقى، يبقى جاهز معايا على الاكل على طول. تمام. نغسل ايدينا ونرجع بقى نجيب الكفتة القمر. بصوا بسم الله ما شاء الله، انا نسيت بقى خطوة في الكفتة بتاعتي، ان انا احط توم مفروم مع الكفتة. تمام. حطيتيها الاول حطيتيها دلوقتي عادي، مش هتفرق على فكرة خالص، بس المهم ان احنا افتكرنا وحطينا. نجيب بقى مية البصل، هنحط لها ايه؟ نحط لها حبة دبس رمان، صويا صوص اللي موجود عندك اشتغلي بيه. تمام. نحط قرنين فلفل سبايسي بقى مع الخلطة ديت، ده اختياري. نصبع بقى الكفتة زي ما انتوا شايفين كده، حلوة قوي 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 بجد، بسم الله ما شاء الله، تحفة جدا. نخلص بقى الكمية كلها. تمام. وانا ما بدأت اصبع هنا كنت مولعة الفرن بتاعي عشان يبقى سخن. تمام. اما بدأت اصبع ولعت الفرن بتاعي. تمام. حطينا كده بقى الكفتة يا بنات، هنخلصها. بسم الله ما شاء الله، رمت معايا نص كيلو لحمة، رمى معايا والله كلنا، وبسم الله ما شاء الله يعني. ننزل بقى كده بالكفتة، خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. تمام. اللي وصلت معايا لغاية هنا بقى ما تنسانيش في لايك واشتراك وكومنت حلو منه وقلوب كتير 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 كتير، وشيري مع اصحابك عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، فضلا وليس امرا. يلا بقى انزلي حطي اللايك انت لسه ما حطيتوش. تعالوا بقى نجيب ميه البصل اللي فاضله نحطها على الكفته بتاعتنا. نيجي هنا بقى التركايه بتاعتي انا مخصوصه بيا، مكعبات من الزبده صغننه على وش الكفته بتاعتي. ليه؟ عشان تديها لمعه وتبقى كده دسمه وتبقى منغنغه. عارفين منغنغه دي؟ تبقى منغنغه. وندخلها الفرن بقى ونجيب 3 كوبايات. وتعالي لي بقى هاتيلي 3 كوبايات من الدقيق، ونسكت قليلا هنا عند العيش التورتيلا. ايه بقى؟ ايه الاسعار الفلكيه اللي احنا بنسمعها اليومين دول؟ ينفع كده اوقف انا نفسي عشان عيش التورتيلا غالي؟ لا، ده انا اعمله في البيت بشويه دقيق وملح وحبه زيت صغننين قوي وكوبايه ميه. هو ده العيش التورتيلا بتاعنا. جبت 3 كوبايات من الدقيق عليهم ذره الملح، بدات اعجنهم بالميه اللي من الحنفيه عادي جدا. تمام. افضل اعجن، الم الدقيق بالميه. وما تقولوليش هنا الميه ليها مقدار. بصوا، 3 كوبايات من الدقيق معايا كوبايه ميه جنبي. كل نوع دقيق بيختلف من عطار لعطار او الاكياس اللي بتتباع في السوبر ماركت. تمام. فانت بقى الدقيق بتاعك هتجيبي كوبايه الميه جنبك وتبداي تنزلي تدريجيا وتلمي، تنزلي بالميه وتلمي لغايه ما تشوفي العجينه معاكي تبقى ملساء وناعمه، وتبقى تتلم خالص وتفصل من ايدك خالص وتلاقيها لمت كلها. تمام. كده خلاص مش محتاجين ميه تاني. هنشوف واحنا بنعجن كده. تمام كده، مش محتاجتش مني يعني، سيبنا حبه ميه صغننين في الكوبايه. نبدا بقى نجيب الزيت ونبدا نعجن بيه الدقيق بتاعنا. تمام. بننزل بكميه الزيت حبه حبه ونعجن، ننزل ونعجن. تمام.
الدقيق بقى هنا بيطر العجينة وبيخليها طرية جدا وناعمة بطريقة مش طبيعية. عيش التورتيلا ده من اسهل وما يكون ممكن تعمليه في، والله العظيم لو سمعتوا الخمس ترغفة محطوطين كده في كيس، انتوا اكيد عارفينه العيش التورتيلا يعني. سعره انا مش عايزه اقول لكم عشان ما تتخضوش معايا بجد. وانا ب3 كوبايات من الدقيق وذره ملح وحبه زيت وحبه ميه من الحنفيه عملت كميه 12 رغيف. تخيلوا، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. تمام تمام. طبعا انا بسجل لكم الفيديو دوت بعد ما عدى اليوم اللي احنا عملنا فيه الغدا وبمنتجه. عايزه اقول لكم ان عيالي عايزيني اقوم اعمل منه تاني، والله العظيم من حلاوته وجماله مع الاكل تحفه جدا. ال3 كوبايات دقيق عملوا معايا 11 رغيف او 12 رغيف، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. نصبن بقى الرخامة بتاعتنا تمام وننضفها عشان نبدأ بقى نفرد عليها العيش بتاعنا ونسوي على طول. وكده كله تحت السيطرة. الكفتة بتاعتنا في الفرن والبصل بالسماق عملناه، نبدأ بقى نسوي العيش بتاعنا. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده والله العظيم بجد. ما تخليكيش بصي انت اول ما تخلصي الفيديو وتشوفيه قومي جربيه، والله العظيم ما هتندمي. حاجه كده في منتهى الجمال والشياكه. طاسه، نجيب بقى طاسه ندهنها كده بحبه زيت صغننين، وتبقي النار تبقى متوسطه. بنبص على الكفته نشوف اخبارها ايه، شغاله حلو، والعيش نسويه مع بعض. تمام تمام. لايك بقى اللي وصلت معايا لغايه هنا تحط لايك بقى، تحط لايك وقلب وكل حاجه حلوه بقى. وبشكركم بشكركم بشكركم كل الشكر ليكم بجد، لان انتوا بتدوسوا وبتفعلوا زر الجرس لعائله ماما روما وكومنتاتكم الجميله. ربنا يديمكم في حياتي نعمه بجد. انتوا رزق وسند وامان، ويعني مهما قلت ومهما عدت لان انتوا اللي عملتوا عائله ماما روما. ربنا يديمكم في حياتي نعمه. انا اسوي بقى وافرد، اسوي وافرد واهم حاجه بقى اغطيه فوطه. طبعا بقى انتوا عارفين الجيش ورايا التتار، فعايزين يدوقوا بقى. حضراتكم واقفين طوابير، احنا عايزين ندوق، فانا دقت معاهم انا كمان. عايزه اقول لكم والله العظيم ما هتندموا ان انتوا هتعملوا اصلا بجد. حاجه كده اللهم بارك. نفرد بقى ونسوي، نفرد ونسوي. وتعالوا بقى بعد ما نخلص العيش نشوف شكله ونشوف جماله ونشوف قد ايه انتي بتوفري لبيتك وبتعملي كل حاجة حلوة في البيت احلى بكتير قوي 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 من بره. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتدعموني باشتراك ولايك، واللي ما فعلش الجرس لغاية دلوقتي يا ريت يفعل. يلا بينا بداية الفيديو معاكم. تعالوا شوفوا العيش التورتيلا اللي احنا عملناه مع بعض. تعالوا بقى نطلع الكفتة وندوق. افتحي. ايه رأيك؟ جامدة. ايه رأيك؟ جامدة. هنزلش اهي. ايوه بقى. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ حتة رغيف. ايه؟ حتة رغيف تورتيلا. بالطري ده. ايوه بصوا بصوا، ايه رأيكم؟ نشوف. يبقى ايه كده. لا وريحتها جامدة. ما تكتريش في البصل. يلا بقى صباع كفتة والبهاريز دي نحط هنا، نعمل كده. قلبي لوجي خدي حته. انا بقى هحطها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
ناقصها بقدونس. أيوة. بس الخضره بعافيه شويه، الخضره في بلدنا بعافيه شويه اليومين دول. خطيره. خطير خطير. اقول لكم بقى باي باي، وفي حلقه جديده من عائله ماما روما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.